كان خالد يعيش في عالمين، عالم الواقع الباهت وعالم آخر من نسج خياله يزينه بأكاذيب متقنة. لم تكن أكاذيبه خبيثة، بل كانت دروعاً يحمي بها هشاشته وطريقة ليصنع لنفسه صورة بطولية أمام أصدقائه. بدأ الأمر بقصص بسيطة عن رحلات لم يقم بها أو مواهب لا يمتلكها، لكن مع الوقت تحول الكذب إلى مرض، إلى شبكة معقدة أصبح هو نفسه سجيناً داخلها. صديقه المقرب عمر كان أول من شعر بالصدع في جدار الثقة. رأيت والدك أمس، قال إنكم قضيتم عطلة نهاية الأسبوع في المنزل، قال عمر بهدوء بعد أن روى له خالد مغامرة خيالية عن تسلق الجبال. ارتبك خالد ورد بكذبة أخرى لتغطية الأولى، فشعر ببرود عمر وابتعاده التدريجي. في المنزل كان والده يلاحظ تغيراً في سلوك خالد. درجاته بدأت في التراجع، بينما كان خالد يؤكد أن كل شيء على ما يرام. وجاءت اللحظة الفاصلة عندما اتصلت المدرسة لتخبر الأب بغياب خالد المتكرر. في ذلك المساء تحدث أحمد مع ابنه بهدوء. لم يكن صوته غاضباً، بل كان يحمل قلقاً واضحاً. قال له: ليه يا خالد؟ إيه اللي بيحصل معك؟ سكت خالد لحظة، ثم لم يستطع أن يخفي ما بداخله. لم يتكلم كثيراً، لكن مشاعره كانت أوضح من أي كلمات. أدرك أحمد أن الصراخ والعقاب لن يحل المشكلة. كان ابنه مريضاً ويحتاج إلى المساعدة. بعد بحث قصير حجز موعداً مع الدكتورة همسة، أخصائية نفسية معروفة بهدوئها وحكمتها. في الجلسة الأولى كان خالد صامتاً مدافعاً. حاولت الدكتورة همسة كسر الجليد بلطف. أنا لست هنا لأحكم عليك يا خالد، أنا هنا لأسمعك. شيئاً فشيئاً بدأ خالد يتحدث. تحدث عن شعوره بأنه أقل من أقرانه، وعن خوفه من الفشل، وكيف أن الكذب كان يمنحه شعوراً مؤقتاً بالقوة والقبول. أوضحت له الدكتورة همسة إن ما يعاني منه هو الكذب القهري، وأنه ليس شخصاً سيئاً، بل شخص يحتاج إلى تعلم طرق جديدة وصحية للتعامل مع مشاعره. بدأت رحلة العلاج، كانت صعبة ومليئة بالانتكاسات، لكن بدعم من والده وإرشاد الدكتورة همسة بدأ خالد يخطو خطواته الأولى نحو الحقيقة. كانت أولى خطواته هي الاعتذار لعمر. اعترف له بكل شيء وتوقع أنه يفقده كصديق للأبد. لكن عمر بعد صدمة أولية رأى الصدق في عيني صديقه لأول مرة منذ وقت طويل. لم تعد الثقة فوراً، لكنها كانت بداية جديدة. تغيرت حياة خالد ببطء، أصبح أكثر هدوءاً وصدقاً. في أحد الأيام سأله والده كيف كان يومه في المدرسة. للحظة كاد عقله أن ينسج قصة مثيرة، لكنه توقف وأخذ نفساً عميقاً وقال: كان يوماً عادياً يا أبي، لا شيء مميز، لكني تعلمت شيئاً جديداً في الكيمياء. ابتسم أحمد ابتسامة دافئة وحقيقية. لم تكن الكلمات مهمة، بل الصدق الذي يكمن خلفها. لقد بدأ خالد أخيراً في العيش في عالمه الحقيقي، ووجده أجمل بكثير من كل أكاذيبه. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، علشان الحكاية الجاية ممكن تكون حكايتك انت.